كل يوم بالهنا والشفا يا حبيبي. اجيب لك حاجه تاني؟ والله يا بنتي اسناني مش عارف مدغدغ بيها. لا، كل من الطريقه اللي انت عايزها. ايه القرف ده يا دعاء؟ عارف يا عنتر؟ الشفا باكله ازاي يا دعاء؟ بياكل ازاي يعني؟ بياكل عادي زي ما انت في يوم من الايام هتبقى كده. ده بيليط يا دعاء. يا ابني والله عشان اسناني مش عارف مدغدغ بفكر. معلش يا بابا، لا معلش معلش ثواني بس. انت بتقول له ايه؟ انت بتبرر له؟ مش هقدر اكل معاك بالطريقه دي بصراحه يعني. خلاص يا بنتي انا كنت جاي نبص عليك انا ماشي. معلش يا بابا استهدى بالله. قرف يا دعاء قرف. يا ابني والله مخلع دروسي مش عارف مدغدغ. القرف ده للناس اللي ما تعرفش الاصول، دي الناس المقرفه فعلا. بقول لك يا دعاء، انا مش هينفع اقعد معاك على سفره تانية خصوصا لما يكون ابوك قاعد. انا هاخد بعض وامشي. لو ابوك تاني قاعد في البيت ما ترنيش عليا، اول ما يطلع من البيت رن عليا واجيب. لا اسمعني انت. انما بالقرف دوت اسمع انت ثانيه يا بابا بعد اذنك. اسمع انت بيتك يلزمك تمام، وانا بيت ابويا يلزمني. ومعاش ولا كان اللي يقرف منه، ولا عاش ولا كان اللي يتكلم عنه كده. حتى لو كان جوزي انت تتعوض باي شكل من الاشكال، تتعوض، انما هو ما يتعوضش. خلاص خليه ينفعك يا دعاء. هينفعني. قرف. بقولك ايه؟ يا دعاء طلقني. نعم. ايه ده؟ ثانية يا بابا بعد اذنك. طلقني. لا يا ابني انا هنمشي. لا لا بقول لك حاجه يا حاج قبل ما تمشي كمان. هي عايزه تتطلق وتروح معاك، خليك تنفعها انت طالق 3. وبالتلاتة يا دعاء. عيله مقرفه، ارجع ما الاقيش حاجتك كلها واخداها وماشيه. مع الف سلامة. وابوكي معاكي على البيع. انت ما تتعوضش، هو يتعوض عادي. وصدقني مش زعلانه، بالعكس انا مبسوطه عشان خاطر هو مش ابن اصول وما يعرفش يعني ايه اب. وهيطلع لو في عيل ما بيني وما بينه هيطلع على عيل جاحد. وانا محتاجه سند، مش محتاجه مجرد زوج وخلاص. ربنا يستر معاك يا بنتي. كل بقى هناكل عشان غصب عنه عشان خاطر نمشي كده الناس هتقول الاب طلق بنته. نعم والله ضفرك برقبته. يلا الله يخليك يا بنتي.